سيداتي سادتي رواد الإنترنت متصفحي جريدة الجسور الإلكترونية. اليوم ونحن في الأيام التي تسبق شهر رمضان المبارك نستقبل سيدة بمقر الجريدة. إنها السيدة فاطمة. حالتها تعرض لنا حالة اجتماعية تبعث على الحزن والأسى، وللأسف ابنتها المسماة لبنى كما ترون في الصورة تعاني من أمراض مزمنة، تعاني من ضعف البصر، تعاني من التخلف الذهني، والأكثر من ذلك تعاني من مرض الكلى، مما يجعلها تخضع لعملية دياليز مرتين أو ثلاثة في الأسبوع. الأم فقيرة ومعوزة وتعيش الهشاشة الاجتماعية، لا معيل لها ولا سند ولا دعم. هي بمجيئها إلى الجريدة إنما تلتمس من ذوي الأريحية ومن المحسنين ومن المسؤولين على القطاع الصحي بالجهة الشرقية التدخل، ومن الجمعيات ذات الصلة بالمساعدات الطبية المختلفة التدخل لانتشال حالة ابنتها التي لم تجد الدعم والمساندة الكافية لمواصلة العلاج. السيدة فاطمة، شنو تقولي لنا؟ السلام عليكم. انا نطلب منكم تعاونوني في هاد البنيته، غدير 3 مرات في الدياليز ومعاناه بصيره وما تشوفش وسميتو الدياليز دير 3 مرات في السيمانه، وانا في حاله راكم عارفين. نطلب من المحسنين والدوله واي واحد اللي يساهم في هاد البنيته واللي يدير فيها في سبيل الله يجازيه بخير. انا اشكر السي عمر، نشكرك انت، ونشكر هذا جريده سوسو. السيدة فاطمة، قلتي لي بنيتها راها مقيدة في الجمعية نتاع المعوقين هنا، ديال فيلسطين. وهذه مناسبة، الجمعية يشهد لها بمجموعة من المزايا اللي بفضلها واحد المجموعة نتاع المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة راهم يمارسوا الأنشطة ديالهم والدراسة ديالهم، وعلى ما نظن البنيتة ديالك لبنى راها تقرا تما. ولكن أنا أتساءل، مدام حورية عراض التي أعرفها شخصيا ونعرف أنها مواظبة على فعل الخير، ما دارت والو؟ ما قدرتش تدخل عند المسؤولين؟ دخلت وانا ما طلبتها. احنا كنلتمسوا بدلا منك انت، ونتمنى انها هي بالخصوص اذا سمعت هذا الفيديو وسمعت هذا الشريط انها تعمل المستحيل لدى الجهات المعنيه بالقطاع الصحي باش هذه البنيته تحظى بالعلاج، سواء على المستوى الذهني باش تواكب حتى هي الاقران ديالها ويتم ادماجها ادماج ايجابي في المجتمع. من ناحية النظر توفير نظارات ولا يخضعوها إلى عمليات جراحية تتيح لها النظر. قال لك النظر ما يصلحولهاش. وقت الشبكة قالت لك عندها العلاج بزاف. كل أمر يسير، كل أمر ممكن أن يجد حلا. اليوم الطب موجود، عطيه غير يكون صحاب النوايا الحسنة ويكون التدخل الحسن وكل حاجة راه عندها العلاج ديالها. حنا كنلتمسوا حورية عراض رئيسة الجمعية بما لها من معارف وبما لها من وزن أن تتدخل لدى الجهات باش هاد البنيته نقدوها، وعلى الأقل نخفوا عليها وطأة العلاج والمعاناة. كذلك التمسوا من المسؤولين تاع المستشفى محمد السادس، المستشفى الجامعي CHU، انكم انتم عندك الرامد بطاقة الاستفادة، وهذه البطاقة تخول لحاملها الاستفادة من جميع الخدمات الطبية والصحية. الور انا كنتسائلوا كيفاش الانسان كتعطى له الرماد وملي كيمشي للمستشفى الجامعي ولا الفارابي ولا كيديوه ويجيبوه. هاد الامور هذه النهار الاول سيدنا ولا وزير الصحه الحسين الوردي ولا حنا معروفين في العالم ان الرميد كتخول الاستفاده من العلاج، يعني نورمالمون تعالج ويخضعوها للعلاج وكل شيء مجانا. ولهذا نعيد ونكرر أن المواطن اللي عنده الرميد يفترض أنه يستفد من العلاج. أنا أتساءل لماذا يتم الحرمان ولا التلاعب بالمواطن؟ سير أجي، ما يمكنش، ما عندنا سكانير، ما عندناش هادي، ما عندنا، لا ما يمكنش. المستشفى الجامعي تم على يد صاحب الجلالة تجهيزه بكل التجهيزات الضرورية، وراه مستشفى جامعي. ملي كنقولوا جامعي راه يرقى على المستشفى الفارابي كثير وكثير. لهذا حنا من هذا المنبر كنتسائل شخصيا علاش هذا المواطن ملي كيجي يدلي بالبطاقه تاع الرميد ديالو كيتم التسويف ديالو
وكيقولوا له لا سير، حنا ما عندناش هذه، ما عندنا. يعني فين غادي يلجأ هذا المواطن؟ والا لماذا سلمت له بطاقة الرميد؟ بطاقة الرميد كتعني الاحتياج، بطاقة الرميد كتعني الإنسان ما عندوش، هذيك هي اللي تقوم مقام شهادة الاحتياج اللي كانت سابقا. حاجة أخرى، كنلتمسوا من المدير الإقليمي نتاع الصحة السي الدكتور كوالا، كنلتمسوا من الدكاترة اللي عندهم اختصاص في أمراض الكيلي والدياليز، ولا اللي عندهم المصحات الخاصة، أنهم يساعدوا مع هذه الإنسانة. وهذا شهر ونحن على أبواب شهر رمضان، شهر الخير وشهر التكريس، أواصر التكافل الاجتماعي والتضامن والتآزر، سيما وأن الأمر يتعلق بطفلة بريئة. سميتك بنتي؟ لبنى. واش تقولي لنا لبنى؟ نطلب يعاونوني. هدري يا بنتي، كي تعرفي تهدري. ولا لا ما بقاش نصفي. بغيتي تداوي؟ يلا هدري. قولي بنتي، هدري كي شجاعة. يلا لا ما بغيت نبقى نصفي. بغيت نبقى نصفي. وخصني نشوف. معليش بون. البنيته لبنى مسكينه، هذا ما عطى الله، قالت انا بغيت نبقى نصفي وبغيت نبقى نشوف. ان شاء الله غادي تخلعي العمليه نتاع التصفيه تاع الدياليز، وربما تحضي فرصه باش يكون عندك النظر سليم. السيده فاطمه، انت قلتي لي ما عندكش شي دخل، ما عندكش اللي ينفق عليك ولا ما؟ لا اله الا الله، حالة الله. لا اله الا الله. راك عارفه عندي تبارك الله الست هاد الباز، وراك عارفه انا في حرام زادي، هي تمام. نمشي معاها ونجي معاها، نديها تقرا ونمشي عاود نديها للدياليز، وراك عارفه الحاله ديالي ما نقدر لا ندير لا هاك ولا هاك. لا يحسنون. اذا سيداتي سادتي، هذه حاله اجتماعيه. هذيك عينيه مردول، كيفاش نقد نخدم. هذه حاله اجتماعيه ملحه. هنا يبان الخير تاع الانسان. نحن المغاربه معروفون بالخير فيما بيننا. انا كنلتمس من اي مؤمن واي محسن ذكرا كان او انثى، كنلتمسوا من الهيئات ولا من الجمعيات ذات الصله ولا من الاشخاص انهم ينظروا بعين الرحمه وبعين الشفقه لهذه الحاله الانسانيه اللي كتعلق بالطفله ميري لبنى. لبنى انسانه، المير لبنى طفله جميله جدا وخلوقه، ولكن ما شاء الله تعيش هذا الوضع يحز في النفس ان نراها طفله في مثل هذه الحاله. لا تريد شيء، تريد الا النظر، وتريد ان تخضع وتستفيد لعمليه تصفيه الدم باسم نابيل دياليز. الام ديالها السيده فاطمه مسؤوله عن اعاله اسره متكونه من 6 أفراد. هذه راه ماشي سهله هذه القضيه. الام منشغله مع البنيته ديالها ذهابا وايابا الى المشافي والى الجمعيه نتاع المعوقين في راح تواصل الدراسه ديالها بين قوسين، لانها هي كتعاني الطفله من تخلف ذهني. لهذا كنلتمسوا من المسؤولين على القطاع الصحي، كنلتمسوا من ذوي الاريحيه وذوي الاحسان انهم يتدخلوا من هذه الحاله، وهذه حاله انسانيه محضه. الله سبحانه وتعالى يقدر يجازي بها احسن الجزاء. الله سبحانه وتعالى يقدر يعوض لهذا الانسان ولا لهذه الجمعيه ولا فيما هو احسن، سيما وان الامر يتعلق بطفله. حنا يفترض ان الدوله ديالنا وان المشافي العموميه هي اللي تكلف من هذه الامور، وللاسف هناك خلل ما. لماذا هذه المواطنه عندها بطاقه الرميد ومع ذلك تتعرض للتسويف؟ هل هذا المواطنين يصنفون من الدرجة الثانية حتى لا يستفيدوا؟ وإلا لماذا تم تسليم هذه البطائق؟ عباد الله، هذه البطائق مجموعة تاع الناس كتجينا عندهم الرميد ومع ذلك لا يتم استقبالهم ولا يتم التعامل معهم. حنا كنلتمسوا من المسؤولين بسمية السيدة فاطمة وبسمية هذه البنيته اللي هي بمثابة ملائكة أنهم يتحلوا بواحد شوية الحس الإنساني. لحقاش هذا المواطن لما داويناش حنا وقفنا معاه، حنا شكون اللي غادي يوقف معاه؟ واش حتى توقع الكارثة وتوقع المأساة ونقولوا يا ليتني؟ لا، ما جاتش. حنا بلاد كنسعاو جميعا باش نكرسوا قيم التعادلية، قيم
ثقافة المواطن، ثقافة المواطنة، كلنا مواطنون، كلنا نستحق كل الخير من هذا الوطن. لهذا سيدتي سادتي، حتى لا نطيل عليكم، أملنا كبير في ذوي الأريحية، أملنا كبير في المحسنين، أملنا كبير في أجهزة الدولة ذات الصلة بالقطاع الصحي. آخر كلمة لاله فاطمة تقوليها لنا. نشكركم ونشكر المحسنين اللي ساهموا معايا والدولة وكل شيء نشكرهم. انا غير هاد البنيه ما طالبه حتى شي حاجه، طالبه غير هاد البنيه تشافى ان شاء الله. إن شاء الله. هادشي اللي كاين طالبه، والله يعطيكم صحتكم ونشكركم كاملين. الرسالة ديالك إن شاء الله توصل، ولين الخير غادي يلقى غير الخير بإذن الله. ورقم التواصل ديالك، الرقم تاع الهاتف ديالك غيتخليه هنا الكاتبة هو العنوان. ربما يتصلوا بنا ناس عبر الجريدة، يتصلوا ناس عبر الجريدة لأجل المساعدة أو لأجل السؤال عن الحال. ربما إن شاء الله لا نقطعوا الأمل. الأمل في الله سبحانه وتعالى كبير، الأمل في الناس الطيبين كاينين. لا تجتمع الأمة على ضلالة، هناك من المحسنين وهناك من الأتقياء وهناك من الأبرار. سيدتي سيدتي، كنا جميعا مع حالة اجتماعية تبعث على الأسى والاستياء صراحة. هاد الطفلة البريئة اللي راها أمامنا اللي هي مير لبنى في حاجة إلى أمس المساعدة. سيداتي سادتي، كما قلت نحن على مشارف شهر رمضان الأبرك، شهر الخير، شهر التضامن، شهر التآزر، فلا تبخلوا على هذه الأسرة وعلى هذه الطفلة بالمساعدة، والله ولي التوفيق. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.